تخيل معايا تطلع للفينال بسبب جيكك، والله مولي كلبك اللي مربي يخبطك بوت. هذا هو مقطعنا اليوم، واللي فيه اغرب حالات طلعوا للفينال، والاغرب من كامل اللي نطلعهم للفينال. سابق نبداو، لا تنساو تجيبوا ذيك الروايه البارده في الحمان وتقرطعوها فيك. وذاك ندخلوا على اول حاله، واللي هي لصاحبنا ذا واللي نقالوا خوسيه لويس في المكسيك، وهي بلد خوسيه لويس. في المسابقات يعدلوا بين جيكين، وهم على انهم يدخلوهم نقر حلبه ويراهنوا عليهم شي من الفضه ايهم لا يطلع الاول للفينال. ومن عاداتهم الناس السابق يدخلوا الجيكين، هم على انهم كل واحد منهم يحسبوا في كراع ميس صغير يكانوا يوفي اخبار الثاني بالعجله. وخوسيه لويس هو واحد من الناس القائمين على هذه المسابقه. وبينما خوسيه لويس يفصل الجيكين اللي انميتاه الحق، قام واحد منهم صفطوا بكراعه واللي كان فيه ذيك الروايه الحاده ودخلت في قضابته وطلعته للفينال. تخيلوا معايا في العزاء تجي له تسوي لهم كيف المرحوم توفى، يقولوا له هذا مسكين لا كان يفاصل بين جيكين، قام واحد انطعن واعطاها له في القضابه. تخيلوا معايا الشعور له. وننتقلوا للحاله الثانيه، واللي بطلها ينقال له جوا ماريا دي سوزا، اللي ان شاء الله نعود قلت اسمه صالح. المهم على ان جوا هذا واحد من المزارعين اللي في امريكا، واللي دائما تجبروهم عايشين في ذوك الجبال والتلال الخضراء، ومعاهم البقر ومعاهم المعيز وياسر من الحياه اللي حق فله تتمنى تعيشها. العاقب ذا اللي نقول لك دور تطير لك ذي الحياه. وفي ليله من الليالي، وبينما جوا هو وزوجته تاكين في بيتهم، واللي كان معدل من الخشب طبعا بهم، اللي في مزرعه ورا بيتهم مباشره كان فم تل كبير، وعلى ذاك التل كانت فم بقره واقفه. وبالصدفه طيح للبقره على بيت، بما انه بيت من الخشب ما قد يتحمل، وطاحت البقره نقر البيت ومباشره على راس جوا. وبما البقر في امريكا قد اسمه البقره طحنت راس جوا مسي. تخيلوا معايا شعور زوجته توعاي من الصدمه، والد زوجك طايحه بقره على راسه ومفلصت، وبيني انا وانتم شايف على المراه توافقت مع البقره انها تعدل لزوجها، ما نعرف لاش غير احساس نقري. نقيسوا الحاله الثالثه وياك ما نطول عليكم، لكن نعدلوها هي الحاله الاخيره في المقطع. مسابقه اكل الحشرات في امريكا، هي مسابقه بسيطه وهي على انك توكل شم الحشرات، واكثر لقى جوكر الحشرات يفوز بجائزه ماليه. وفي المسابقه شارك بطل قصتنا واللي اسمه ادوارد بول. وادوارد بينما هو يخبط فيه من ذو الحشرات الماسخه رت له كحله وحل كراعها نقر حلقه، ولا تقد يقلعوا ولا هم اللي ياخذوا به الزغاب اللي فيه. فمكسور العمر انا خنق وطلع للفينال، وحق طلع للفينال انا نعتبرها عجيبه. اللي يا اخي كوما تطلع للفينال بسبب كراع رتله. هو المقطع كامل على بعضه غريب، والناس اللي طلعوا للفينال كلها طلعته غريبه، لذلك لا نقول. وصلنا نهايه مقطعنا اليوم، لا تنسوا تصلوا على النبي وتعطونا رايكم تحت في التعليقات. واذا عاد عجبتكم هذه السلسله لا تنسوا تقولوا ها نعود نستمر لكم فيها. نشوفكم في المقاطع القادمه. سلام.